السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشرح مع بعض المحاضرة التانية أورجانيك كيمستري، الكيمياء عضوية. هنشرح فيها أنواع الروابط الكيميائية الكيميكال بوند. طبعا الروابط الكيميائية عندنا 3 أنواع: رابطة أيونية بنقول عليها اسمها أيونيك بوند، رابطة تساهمية اسمها كوفيلنت بوند، ودي طبعا بتنقسم لحاجتين: رابطة تساهمية قطبية بولر، ورابطة غير قطبية نون بولر. كويس. وعندنا رابطة هيدروجينية اللي هي الهيدروجين بوند. تعالوا نعرف الفرق بيناتهم. قالك الرابطة الأيونية اللي هي الأيونيك بوند دي بتنشأ ما بين إليمنت ذرة أو عنصر شحنته موجبة وعنصر شحنته سالبة، عنصر بوزيتيف تشارج شحنته موجبة وعنصر نيجاتيف تشارج شحنته سالبة. طبعا قالك اللي شحنته موجبة بيكون موجود في المجموعة الأولى والتانية والتالتة، واللي هو شحنته سالبة موجود في المجموعة الخامسة والستة والسبعة. ودي بيتكون ما بين الذرات دي بتكون مختلفة في السالبية الكهربية، وغالبا السالبية الكهربية بتاعته بتكون أكبر من 2. يبقى كده نكتشف ان اللي اقل من 2 كمان شوية هنعرف انها تكون رابطة تساهمية كوفيلنت بوند. طبعا مثال عليها اللي هو ملح الطعام اللي هو الصوديوم كلوريد. الصوديوم بوزيتيف تشارج شحنته موجبة، والكلور شحنته سالبة. فعلا الكلور اللي شحنته سالبة موجود في المجموعة السبعة، والصوديوم اللي شحنته موجبة موجود في المجموعة الأولى. طبعا المجموعة الأولى معناها تكافؤها أحادي، المجموعة التانية تكافؤها ثنائي، المجموعة التالتة تكافؤها ثلاثي، المجموعة السابعة تكافؤها سباعي اللي هي الكلور. الكلور طبعا بيكون اهو 15 بيكون عبارة عن 17. ال17 بنقسمها 2 و8، والمستوى الأخير بيشيل 7. كويس كده، بيشيل 7 يعني هو في المجموعة السبعة. طبعا مش تكافؤها سوري، عشان أصلا الكلور تكافؤ أحادي. 7 معناه هو ناقصه إلكترون، اللي هو يبدأ هو كده عنده نقص في إلكترون أو إلكترون ناقص، هيبدأ ياخده من اللي هو الصوديوم اللي هو عنده إلكترون زيادة عشان يوصل لحاجة اسمها الأوكتت، أو اللي هو المجموعة الثمانية، يوصل اللي هو يعني العدد اللي هو المثالي أو اللي أنا عايز أوصل له. تمام. تمام. قالك بقى اللي هو الكوفيلنت بوند اللي هي الرابطة التساهمية دي بتتكون ما بين عنصرين. تمام. العنصرين دول بيكونوا متساويين في الالكترونيجاتيفيتي في السالبية الكهربية. يعني قالك غالبا طبعا هما بيكونوا المجموعة الرابعة والخامسة والستة والسبعة. قالك أنا عندي نوعين من الرابطة اللي هي الكوفيلنت بوند، زي ما اتفقنا: رابطة غير قطبية نون بولر ورابطة بولر. الرابطة النون بولر سهلة وبتكون ما بين ذرتين، ما بين عنصرين هما سوري ما بيكون ما بين ذرتين هما نفس الذرة، يعني كربون وكربون، هيدروجين وهيدروجين، كلور وكلور. احنا بنقول السالبية الكهربية بنبدأ نطرحهم من بعض، فلو الرقم ده مثلا السالبية الكهربية بتاعته 2 والتاني 2، يبقى لما اطرحهم هيديني 0. يبقى النون بولر ده انه اللي هو الفرق في السالبية الكهربية 0، عشان هو اللي هو الالكترونيجاتيفيتي كام؟ 0. تمام، عشان بيكون ذرتين نفس العنصر. طب اللي هو البولار القطبية ما بين عنصرين او ذرتين مختلفتين. تمام. فطبعا بيبقى في فرق في السالبية الكهربية. كويس. وقال لك كمان اللي هما ممكن تكون واحدة نيجاتيف تشارج وواحدة بوزيتيف تشارج عادي خالص. طيب قالك ايه هي بقى انواع اللي هي الكيميكال بوند او الروابط الكيميائية. زي ما اتفقنا: رابطة ايونية ورابطة تساهمية. اتكلمنا عن الرابطة التساهمية اللي هي الكوفيلنت بوند، ان دي بتكون كيميكال بوند اللي بتكون عبارة عن اللي هو كل الكترون بيبدأ او كل ذرة بتبدأ تشارك بزوج من الالكترونات من الكترون بير. كل ذرة بتبدأ تشارك بزوج من الإلكترونات. واحدة عندها نقص في الإلكترونات هتبدأ تاخد من اللي عندها زيادة في الإلكترونات. كويس كده. يبقى قالك اللي هو الإلكترون بير ده بيكون معروف إنه بيكون أنا عندي شير بير، او اللي هو البوندنج بير، زوج من الالكترونات، وستيبل بالانس في اتزان واستقرار ما بين اللي هو الاتراكتيف فورس والريبالسيف فورس، ما بين قوة التجاذب وقوة التنافر بين الذرات دي. كل واحدة بتبدأ تشارك بالالكترونات بنقول عليها اسمها كوفيلنت بوند، رابطة تساهمية. طب قالك بقى اللي هي النون بولر. قالك والله النون بولر دي بتكون بتكون هي طيب نوع من الكيميكال بوند اللي بيكون انا عندي الذرتين بيبدأوا يشاركوا بزوج من الالكترونات بالتساوي. طبعا قالك مفيش اختلاف في السالبية الكهربية عشان هما بيكونوا نفس العنصر، فالفرق بيناتهم بيكون بيكون 0. تمام. تمام.
قال لك والله بقى بالنسبة للبولر ده بيكون نوع من أنواع الروابط الكيميائية اللي بيكون أنا عندي ببدأ أعمل بشارك بزوج من الإلكترونات أو البوندنج إلكترون. ده بيكون بيكون ان ايكوال، يعني بيكون طبعا بيشاركوا اللي هو بيكون ان ايكوال شيرد، اللي هو المشاركة ما بتكونش بالتساوي بين الذرتين. في البولر هنلاقي الإلكترونات زي ما قلنا المشاركة ما بتكونش بالتساوي بسبب إن في فرق في السالبية الكهربية ما بين الذرتين، والفرق بيناتهم بيكون أقل من 2، إنما أكبر من 2 دي بتكون رابطة أيونية. يبقى الذرة اللي عندها السلبية الكهربية بتاعتها عالية، يعني عندها نقص في الإلكترونات، هتعمل هتبدأ تعمل اتراكت، تجذب وتعمل ويزدر وتسحب الرابطة التانية والإلكترونات ناحيتها. كويس. ودي طبعا بتكون شحنتها سالبة نيجاتيف تشارج. يبقى النيجاتيف تشارج معناها حاجتين، السلبية الكهربية بتاعتها عالية وبتجذب وتسحب الإلكترونات. طبعا عكس اللي شحنته موجبة البوزيتيف تشارج معناه عنده إلكترونات زيادة، هيبدأ يعمل هيبدأ يدي للذرة اللي عندها نقص في الإلكترونات. تمام. وتبدأ تتكون البولار بوند زي ما احنا شايفين في اللي هو مثلا وليكن اللي هو المية ده عبارة عن اكسجين نيجاتيف تشارج شحنتها سالبة، يعني عندها نقص في الالكترونات. تعالوا مثلا نشوف الاكسجين 8، التمانية دي هقسمها ازاي؟ 2 و6. الستة دي عشان توصل للحالة الثمانية يبقى عندها نقص في كام الكترون؟ في جذر الكترونات. هتاخدهم ازاي؟ هتبدأ تجذب او تسحب الكترونة من الاتشية دي والكترونة من الاتشية دي، عشان الاتشية دي عندها الكترون او بروتون زيادة والاتشية دي عندها بروتون زيادة، فهتسحب من هنا ومن هنا، كده سحبت بروتون وبروتون. يبقى اللي سحبت عندها كده الكترونيجاتيفيتي عالية وشحنتها سالبة نيجاتيف تشارج، انما اللي هو الاتشاية شحنتها موجبة بوزيتيف تشارج وعطت، يبقى كده عندها الالكترونيجاتيفيتي قليلة. طيب هنتكلم بقى عن اللي هو الهيدروجين بوند او اللي هي الرابطة الهيدروجينية. قالك دي بتحصل ما بين بتحصل ما بين ذرتين، ذرة فيهم ثابتة اللي هي ذرة الهيدروجين، من اسمها رابطة هيدروجينية، يبقى بين ذرة هيدروجين وبين ذرة تانية بتكون السالبية الكهربية بتاعتها بتكون قالك بتكون سترونج قوية. مين هما؟ قالك والله في 3 ذرات معروفين بيعملوا رابطة هيدروجينية مع الهيدروجين. مين هما؟ قالك الأكسجين والنيتروجين وذرة الفلور. ده اللي بيكون أنا عندي أنشير إلكترون بير، ده بيكون عندي إلكترون بير مش بيشارك من الإلكترونات. تمام. قالك طبعا بتنشأ هنا حاجتين في الرابطة الهيدروجينية، حاجة اسمها انتر بالإي التقيلة انتر مولكيولار هيدروجين بوند، وحاجة اسمها انترا بالإي الخفيفة. انتر مولكيولار هيدروجين بوند معناها الرابطة بتكون ما بين جزيء وجزيء، يعني بيكون أنا عندي كام جزيء؟ جزيئين. إنما انترا ما بين ذرتين في نفس الجزيء، ده معناهم. يبقى انتر بتنشأ ما بين 2 مولكيول ما بين جزيئين او اكتر من نفس النوع. تمام. او ممكن يكون من نوع مختلف، دي بنبدأ نربطهم برابطة اسمها داش لاين. يعني انا مثلا وليكن عندي اللي هو السي او اتش دي وليكن. تمام. واللي هو مجموعة الكربونيل هو في اللي هو في النوع ده او في اللي هو في المولكيول ده جزيء وده جزيء. الهيدروجين هتمسك مع اللي هو الاكسجين، دي هتعمل زي كوبري كده، دي رابطة اسمها داش لاين، دي اسمها رابطة هيدروجينية، وتكون انتر مولكيولر ما بين جزيء وجزيء، بين الاكسجين اللي الموجودة في المركب ده والهيدروجين اللي موجودة في المركب ده، هتبدأ تعمل رابطة انتر مولكيولر. طب تعالوا نفهم الانترا. افهم الفرق في انترا ما بين اللي هو الذرتين بيكونوا في نفس الجزيء، ده كله ده جزيء واحد، تنشأ رابطة هيدروجينية بين الهيدروجين والاكسجين، رابطة هيدروجينية ما بين الهيدروجين والاكسجين، وهكذا في نفس الجزيء. كويس كده. طيب قالك اللي هو الالكترونيك كونفيجوريشن بتاع اللي هو الكربون اتوم. قالك والله هنا اللي هو الكربونة او اللي هو الاتوميك نمبر، قلنا العدد الذري بتاعها بيكون كام؟ بيكون 6. طبعا زي ما اتفقنا بنقسمها في ال1s2 في ال2s2 وفي ال2b المتبقي 2. تمام. طبعا احنا قلنا اللي انا عندي جزء الكترونات بيشغلوا اللي هما الاوربيتال. قالك وطبعا بيكون كل واحد معمول عكس التاني. تمام. الجملة دي بنقول عليها اسمها باولي اكسكلوجن برنسبل، اللي هو مبدأ واحد اسمه باولي، ده عالم عمل فكرة اللي هو الاكسكلوجن الاستبعاد يعني. قالك المولكيولار اوربيتالات والكوفيلنت بوند. قالك انا عندي الكترونيك كونفيجوريشن
من اللي هو ذرة الكربونة. بتقترح ان الكربونة دي قالك زي ما اتفقنا انها بتكون دايفيلنت رابطة ثنائية، بس بالفعل هي بتكون تترافيلنت تكافؤها رباعي، عشان بنبدأ نحسب اللي هو المستوى الاخير اللي هو التو اس والتو بي مع بعض، هنلاقي 2 و2 زي ما شرحنا. طيب قالك والله في بس حاجة عايزين نفهمها مع بعض، في حاجة اسمها هايبريدايزيشن معناها تهجين. التهجين دي بيكون في منه 3 حاجات، حاجة اسمها اس بي، حاجة اسمها اس بي 2، حاجة اسمها اس بي ايه 3. كويس كده. قالك والله باختصار بسيط، والمعلومة اللي لازم تبقى عارفاها، الاس بي 3 دي موجودة في حاجة اسمها الكان، موجودة في حاجة اسمها ايه الكان. يعني ايه الكان؟ يعني بيكون ذرة الكربون عاملة روابط عاملة روابط كده أحادية ما بين أي ذرة بتكون ماسكة فيها. تمام. هي طبعا تكافؤها رباعي، يعني بتمسك في 4 ذرات، يعني بتعمل رابطة أحادية. الرابطة دي بتكون سيجما بوند، بتكون سيجما بوند. تمام. فدي بتكون الألكان بتبقى اسمها اس بي 3، يبقى الاس بي 3 اللي هي بتعمل رابطة أحادية. طب الاس بي 2 معناها بتعمل كام؟ فيها 2 هي، يبقى بتعمل رابطتين، دي بتكون موجودة في الألكين. تمام. يعني الكربونة عاملة رابطتين مع ذرة تانية، مثلا وليكن زي الأكسجين، وليكن زي مين؟ الأكسجين. طبعا احنا الكربون تكافؤ 4، هنا عاملة رابطتين، يبقى متبقي 2 كده 4. تمام. عاملة رابطتين، الرابطتين دول بيكون فيهم واحدة سيجما وواحدة باي، دي بنقول عليها اسمها اس بي 2 تبع الألكين. كل الحاجات دي هنعرفها قدام لما نشرح الألكان والألكين والألقين، كل دي زي أساسيات. عندنا الاس بي بقى، الاس بي دي موجودة في حاجة اسمها القين. يعني ايه القين؟ يعني الكربونة هنا بتبقى عاملة تريبل بوند، يعني 3 روابط مع ذرة تانية، وليكن زي النيتروجين. الكربونة احنا عارفين انها بتعمل 4 روابط، هي عملت 3 مع النيتروجين، يبقى في رابطة رابعة مثلا وليكن مع الهيدروجين. طب ال3 روابط بيكونوا كلهم سيجما، بيكون فيهم واحدة كان بيكون فيهم واحدة سيجما والباقي باي. تمام كده، فيهم واحدة سيجما والباقي باي، يعني واحدة سيجما و2 باي. يبقى باختصار شديد لما اجي اكلمك عن الاس بي 3 يعني رابطة احادية موجودة في الالكان. تمام. لما اجي اتكلم هنا عن اللي هو الاس بي 2، يعني تعالى بس السؤال هو هنا ممكن يجيلكم ازاي. اس بي 3 مثال عليها اللي هو الكربونة اللي بتكون موجودة قالك في الميثان. الميثان طبعا سي اتش 4 اهو، سي معناها كربون، اتش 4 يعني 4 ذرات هيدروجين، هيبقى عاملين رابطة أحادية. تمام. يبقى نوع الاس بي هنا ممكن يسألك عليها تقول له اس بي 3، ودي بيكون موجود في مين؟ في الألكان. في شوية حاجات هنعرفهم، اللي هو البوند أنجل، الزاوية بتكون 109.5، البوند لينس بتكون 1.9 أنجستروم، وشكلها عامل شكل رباعي تترا هيدرال. تمام. دول الجملتين اللي عايزين نعرفهم. طيب الاس بي 2 بقى دي بتكون عبارة عن ايه؟ بيكون زي ما اتفقنا بتكون موجودة في حاجة اسمها الكين، هطلعها لك هنا اهي الكين. تمام. بتبقى عاملة دبل بوند، رابطة ثنائية مثلا مع الأكسجين، وطبعا الرابطتين التانيين وليكن مع الهيدروجين عاملة رابطتين دول بيكونوا عبارة عن ايه؟ رابطتين دول بيكون هيكتب لك برضه هنا بيكون فيهم واحدة سيجما، هو عاملة هي دبل بوند، بيكون فيهم واحدة سيجما وواحدة باي. كويس. قالك والله أنا عندي اللي هو البوند أنجل بتاعتي هنا بتكون 120. كويس. بس هنا عندي ايه تاني؟ قالك اللي هو كل كربونة زي ما اتفقنا بتكون بتحتوي على واحدة سيجما بتتداخل مع واحدة مع واحدة باي. قالك هو زي بيحصل اوفرلابنج، يعني فيه المنطقة هنا نفسها، او بيكون فيه رابطة باي. الرابطة باي دي بتكون قالك سايد تو سايد اوفرلاب ما بين اللي هي الذرتين، وما بين الجزء الاوربيتالات اللي هم انهايبريدايزيشن اللي محصل لهمش تهجين. اخر حاجة معايا اللي هي الاس بي، دي بتكون موجودة في الالقين، بتبقى عاملة الكربون عاملة رابطة ثلاثية تريبل بوند مع الكربونة التانية. تمام. طبعا قالك والله دول بيكونوا عبارة عن ايه؟ قالك البوند انجل او الزاوية بتاعتها بتكون 180، يعني بالشكل ده كده. وانا بيكون عندي اللي هو بيكون واحدة اهو واحدة سيجما. تمام. هي واحدة سيجما، وبيكون انا عندي كام باي؟ عندي 2 باي، 2 باي. تمام. دي كده كانت محاضرة النهاردة، اتمنى تكون استفدت، وشكرا على حسن استماعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.